وقيل في ذاك الوقت ان جماهير الزمالك رمت طوبه، وكان طبيعي ومنطقي، اتعادت المباراه. الاقوى عندنا طبعا الاهلي اقوى واحد، الزمالك بعديه بس بمراحل، وبقيه الفرق يعني غلابه. بس لو احنا كنا طبقنا ده السنه اللي فاتت وعملنا ده، ما كانش حد اقتحم بعد كده. كنا طبقنا ده. انا سعيد ان تم تطبيقه على فريق الزمالك السنه دي، عشان ما يحصلش ده بعد كده. ده لو ما سمحوش كمان يومين ثلاثه بدخول الجمهور يعني، فهيكون طبق فقط على الزمالك. ولكن انا سعيد ان بيتم تطبيقه على نادي الزمالك، رغم ان زي ما قال احمد الصحيفي في خيار وفقوس. طيب نروح لاخبارنا. تقرر تأجيل مباراة بني سويف والوادي الجديد في الأسبوع السابع لدوري القسم الثاني، والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء إلى موعد يحدد فيما بعد بناء على طلب نادي الوادي الجديد. عندنا كمان ده كان برضو ده خبر قديم، اللي هو الجونة يعلن انسحابه من الدوري رسميا. اعلن ده السنه اللي فاتت نادي الجونه فريقها من بطوله الدوري بشكل رسمي، ردا على قرار لجنه مسابقات اتحاد الكره باعتماد نتيجه مباراه الاهلي لصالح الاخير ب4 أهداف مقابل هدف. قال احمد الصحيفي اهو المشرف العام فريق الجونه في تصريحات اليوم السابع عن الانسحاب من الدوري قرار نهائي نظرا للظلم الذي وقع على الفريق مؤخرا، وكده ان الجبالة يخالف اللوائح التي تمنح فريقه نقاط المباراه بعد دخول جماهير الاهلي للمباراه. واوضح الصحيفي انه لن يخوض لقاء انبي. المهم يعني في النهايه خاض لقاء انبي وكمل الدوري، وده اللي حصل. نروح خالد مرتجي اللي مسافر بكره. خالد مرتجي اللي مسافر بكره، وخالد مرتجي عمل تويته كده صغيره. سافر بكره جنوب افريقيا تبع لجنه الانديه للاتحاد الدولي عشان يتكلم على الناشئين ودور قطاع الناشئين في النادي الاهلي.